يعني شوية وينفجر ذني. جهزنا البطارية الليثيوم بدال البطارية القديمة. هسه راح اشغل التاير راح يطير. حاليا انا على جسر الجادرية، الشحن لحد الان 62، ما بقى الا القليل واوصل. وصلنا المكان شديتهم هسه لازم كله قبل. الشحن مال البطارية اللي بقى 17%. جهزنا البطارية الليثيوم وهسه راح تدخل هنا بدال البطارية القديمة. طبعا فتحت الصندوق القديم مال البطاريات اللي بدلته هسه، جبت هاي بداله الليثيوم. شوف ايش صاير بيهم، منفوخات يعني شوية وينفجر ذني. ما اعرف بقى هاي ما ادري ايش يسموهن، تكلسات، فحم، كربون، ما ادري شنو. هنا نفس الحالة هنا نفس الحالة، العفو، هنا نفس الحالة. يعني وضعيتهن انتهيات حيل، مع انه ذني اخذتهن هاي السنة قبل 5 أشهر تقريبا. يعني المفروض العمر الافتراضي من اشهر، 7 اشهر، اكو ناس يقولون سنة، كلش يعني. لاني ما قبطن لا 7 اشهر ولا 8 اشهر ولا قبطن سنة. وشوف الصاير بحالها. اوكي، طبعا شفتوا الفيديو السابق. قبل ما احكي عن هاي المشكلة لازم نعرف اول شيء انواع البطاريات شنو. وانواع البطاريات تتقسم ل3 انواع. اول شيء البطاريات الجافة الليد اسيد، الثانية بطاريات الليثيوم. وبطارية الليثيوم تنقسم الى قسمين، اللي هي الليثيوم ايون وفوسفات الحديد. والنوع الثالث اللي هو الجرافين، وهذا النوع جديد عندنا بالعراق. اول شيء نحكي عن البطاريات الحامضية او الليد اسيد، واللي تشتغل بمحلول حامض الكبريتيك. تستخدم هواي بالدراجات الكهربائية اللي تكون اسعارها مناسبة. مميزات هاي البطارية تكون رخيصة، متوفرة بكل مكان، وسهلة الصيانة، اقل من الليثيوم. اما عيوبها ثقيلة كلش، عمرها قصير مقارنة بالليثيوم والجرافين، وشحنها بطيء، وتضعف بسرعة إذا تفرغت بالكامل، وأدائها يقل بالبرد. وطبعا مناسبة إذا تريد اختيار اقتصادي، بس إذا تريد قدرة وقوة وعمر أطول فاختار الليثيوم، نصيحتي لكم. وهسه نجي على الليثيوم طبعا قلت لكم بنوعين، الفوسفات الحديد والليثيوم ايون. نحكي اول شيء عن الليثيوم ايون. طبعا هي من انواع البطاريات الحديثة وخفيفة الوزن. مميزات هاي البطارية خفيفة، وشحن اسرع من الحامضية، وعمرها اطول، وتنطي طاقة ثابتة واداء اقوى. بس العيوب اللي بيها تصير اغلى من الحامضية، ولازم تستخدم لها جهاز BMS حتى يحميها من اي مشاكل، ويستخدموها دائما بالدراجات الكهربائية. وهسه نجي على النوعية اللي هي فوسفات الحديد. طبعا هي النوعية الآمنة والمستقرة بأنواع الليثيوم، والمميزات مالتها أمان عالي جدا، وعمرها يكون أكثر من الليثيوم آيون، تتحمل درجات حرارة عالية، وسحب أمبير أقوى، وأدائها يكون ثابت. بس عيوبها شنو؟ تصير أثقل من الآيون بشوية، وأغلى من الحامضية. وطبعا أنصح بيها لأنه جدا ممتازة، تعطيك أداء قوي ووزن خفيف للدراجة مالتك. طبعا نصيحتي للكل، هذا النوع للدراجات الكهربائية القوية والاستخدام اليومي للمسافات الطويلة والاستخدام المتواصل. أما بطاريات الجرافين، طبعا هي بطاريات ليثيوم مضاف عليها مادة الجرافين حتى تحسن كفاءتها. ومميزاتها شحن أسرع من الحامضية، وحرارة أقل، وعمر أطول من الحامضية، وتتحمل سحب أمبير عالي، وتكون مناسبة للدراجات اللي تريد أداء قوي وشحن سريع. وطبعا عيوبها أغلى من الحامضية، ومو كل بطاريات مكتوب عليها جرافين تكون أصلية فعلا. هسه نرجع لمشكلتي. مشكلتي شنو كانت؟ مشكلتي أنا كنت أعوف الدراجة على الشحن دائما، يعني مرات أنساها للصبح
تظل تشحن، مرات اطلع بيها مسافات طويلة مباشرة ارجع للبيت، شحن قليل اعوف على الشحن مباشرة اخليها، يعني مجرد ما ادخل للبيت قبل اخليها على الشحن. طبعا هذا الشيء غلط، لازم انت من ترجع انت كنت تستخدمها ورجعت للبيت لازم على الاقل تعطيها فد وقت كافي، مثلا نص ساعة او ساعة بعدين تبدي تشحنها. طبعا هذا ينطبق على كل البطاريات. فانا كنت اسوي هاي الغلطة، وكنت دائما اعرضها الكمية تفريغ من الطاقة، بحيث مرة من المرات اني راجع من شغل وخلصت عندي البطاريات وشلا وظليت ادفع بيها الى ان وصلت للبيت. فتعلمت من هاي الاخطاء وعرفت الطريقة الصحيحة لاستخدامها، شلون تستخدمها، شلون شو وقت تشحنها، ايش قد تريد تشحن، لازم تعرف الوقت وقتها. يعني مثلا اذا هي موشلة للاخير مصفرة لازم انت تعرف الوقت اللي تفول بيه 100%، لازم ايش قد تاخذ وقت، يعني تخليها على الشحن وتشوف الساعة بيش، بعدين من تجي تلقاها مفولة تشوف الساعة بيش حتى تعرف المدة الزمنية اللي تحتاج حتى تفول 100%. وهذا كلامي طبعا ينطبق على كل البطاريات. بس الحلو بالبطاريات الليثيوم اللي بيها الجهاز البي ام اس، هذا البي ام اس تقدر تكنك عليه بلوتوث ببرنامج خاص، تقدر تشوف وتطلع على البطاريات مالتك شلون تشحن، ايش قد تحتاج، ايش قد وصلت. حتى اكو بعض البرامج تقدر تتحكم بالامبيرية مال البطارية، ايش قد تريد تسويها، تعليها وتنصيها. بس هذا الشيء ما كان موجود عندي بالبطاريات الحامضية، يعني ما كان ليهم برنامج، ماكو يعني ما اقدر اراقب نسبة الشحن مالتها، وضعها بالشحن، نزل الشحن بها او لا. مجرد عندي شاشة تقرأ البطاريات، ومرات الشاشة اللي تقرأ البطاريات ما تقرأ البطاريات بصورة صحيحة. فتكررت عندي هاي الأخطاء، تكررت عندي مشاكل الشحن، تكررت عندي تفريغ البطارية بالكامل، إلى أن وصلت مرحلة انفخت بهذا الشكل وصار بيها كربون بالمكان مال البراغي أو الكونكترات مال الوايرات، وصار اللي صار. وراها قررت أنه أجيب بطاريات ليثيوم. طبعا صح سعرها غالي، بس حاولت قدر الإمكان أنه أصبر شوية أجيب بطاريات ليثيوم. بس قبل ما أجيب بطاريات ليثيوم أنا شنو اللي سويته؟ شديت المحرك الجديد، بين عندي الضغط على البطاريات بشكل مو طبيعي. يعني من شديت المحرك على البطاريات الجافة القديمة صار عندي سحب بالطاقة بشكل مخيف، لأنه المحرك اللي خليته الجديد ضخم، والبطاريات اللي موجودة ما تتحمل هاي القدرة مال هذا المحرك. محرك عملاق بالنسبة لهاي البطاريات. فالبطاريات ورا فترة استسلمن، يعني انتهن بعد. بس الحمد لله والشكر بهاي الفترة أنا حاولت أنه أرتب أموري وأخذ بطاريات ليثيوم، بعد ما بحثت ودورت وسألت هواي ناس نصحوني بالنوعيات اللي أحتاجها لهذا المحرك، هواي ناس يعرفون، وبالأخير أخذت هاي النوعية اللي هي فوسفات الحديد. طبعا الإنارة اللي أنا خليتها أكيد لازم أستفاد منها، يعني مو بس مجرد أنه خالها للزينة والشكل وخلاص، لا، لازم بيها فائدة. تبقى الأشياء البقية اللي هي الكماليات أو التعديلات أو التزويدات، من الدبلات للتايرات أو مثلا الإنارة أو الجنط، يعني هاي الأشياء اللي تحتاجها كشكل أو كاستخدام يومي. أرجع وأقول لكم أنا مو خبير ولا مهندس ولا مصلح ولا صاحب معرض ولا تاجر دراجات ولا أي شيء، أنا مجرد شخص يحب هاي النوعية من الدراجات، صارت عندي مثل الهواية، وحبيت يعني أشارككم التجربة مالتي اللي خضتها خلال تقريبا خلينا نقول 3 سنين أو سنتين وشوية أو سنتين ونص، والحمد لله والشكر. وهاي شباب نصيحتي لكم، أتمنى تشاركون هذا الفيديو بين أصدقائكم ومعارفكم حتى تعم الفائدة على الكل. ان شاء الله راح نشد هاي احنا، بس ارتب لها مكان بالدراجة هنا، اسوي لها مكان الحوض مالتها وعوازل وهيك شيء. هسه انا غسلتها الدراجة، نظفتها حتى اجهزها المكان، اجهزها مال البطارية الجديدة ان شاء الله. هسه بعد ما خلصنا التعديلات للبطارية، بس تعديلات يعني انا اقول عليها مؤقتة. خلينا هنا نفوم حتى لا يضغط على البطارية. حاولت اعوج اكو حدايد هنا 2 مساطر، اوجدهم بالعرض حتى ينزل عليها الباتري، لانه كان غاز ينزل عليه الباتري ممكن يأذي الباتري، فاني هاي المشكلة ما اريدها تصير، ان شاء الله ما تصير. هسه راح اشغل. اشتغلت جير الاول، حلو التسارع مالته، حلو نشط. هذا الجير الاول 66، طبعا 66 حقيقي يعني.
الجير الثاني قبل 83. الجير الثالث المفاجأة 91. شوف التاير راح يطير. هذا آخر تحديث إلها. حاليا أنا على جسر الجادرية. الشحن مال البطارية كان تقريبا 99%. انطلقت من بيتي لحد جسر الجادرية صار 92%. مشيت على الجير الأول، بعدين على الجسر من صعدت مشيت على الجير الثاني والثالث. المسافة اللي قطعتها 3.1 كيلو، 3 كيلو خلينا نقول. بس هنا عندي برنامج دا يقرأ 5 كيلو، بس بالجي بي اس مال الجوجل يقرأ 3 كيلو، والشحن 92% حاليا. هسه راح ابدي اقيس من هذا المكان الحد اللي وانا اوصلها 50%، واشوف ايش كم كيلو قطعت لحد الان. هنا أنا دا يقرأ الباتري 92%. كان ما اقول 100%، كان خلينا نقول 99%. استنفذنا من الشحن وصلناه 92%. المسافة 5 كيلو حسب ما انذكر هنا بالتليفون. راح اشوفها بالجي بي اس هنا بالخريطة مال جوجل. اقيس المسافة من مكاني لحد البيت على نفس الطريق اللي مشيت بيه. راح اقيس المسافة ايش قد 5 كيلو مضبوطة. راح اسجل هاي 5 كيلو تسجل بالفيديو حتى اشوف اذا اوصل لحد 50% ايش قد راح اقطع مسافة، على مود اعرف انا هاي البطارية ايش قدر بقيها 40 45 35 امبير حتى اشوف استخدامه شنو. اوكي هسه القراءة مال البطارية تقرأ 69%. ما اعرف اذا مبين او لا. وهنا دا يقرأ عندي 20 كيلو تقريبا 21 كيلو. حاليا اني يم المقبرة الانجليزية، مو مقبرة الانجليز. حاليا 69%، يعني تقريبا نص الشحن. قطعت مسافة بعيدة كلش، مو 20، قول 19 كيلو 18 كيلو تقريبا هالمسافة. طبعا رحت للفضوة، رحت للصدرية، دورت على جنط جانبية بدي اخليها للدراجة تخزين اضافي. ما لقيت واحد عنده نفس الجنطة اللي احتاجها من زمان، بس اللون ما كان متوفر اللي هو اللون الاسود، بس عنده قال ابيض وازرق. انا حاليا شو مفكر اروح على شركة ثانية، ذولا 1,000,000% عندهم. انا راح احاول بكل الحالات واشوف ايش قد راح توصلني. والله كريم. حاليا وصلت منطقة جميلة، البنوك ورايا. الشحن لحد الآن 62، وقطعنا مسافة 26 كيلو. طبعا أنا راح أروح على مكان على شركة دا أشوف ايش عندهم شغلات كماليات للدراجة، وبنفس الوقت راح أشحن دراجتي هناك. مباشرة راح أرجع لمنطقتي لبيتي. هذا الاختبار يعني ما أعرف، نشوف شنو قدرة البطاريات ايش قد توصلني، وبعد الله كريم. اوكي هسه شحن 54، قطعنا مسافة 34 كيلو. ما بقى الا القليل واوصل للنقطة اللي اريد اوصل لها ان شاء الله. هسه الشحن 49%، قطعنا مسافة 37 كيلو، 37 ونص. والشحن نقدر نقول 50 مو 49، ووصلنا لمكاننا. بس اخذنا هاي الجنط شديتهم هسه، طبعا ربطهم كلش سهل ونرجع للبيت. هسه متوجه للبيت، لازم كله قبل. قطعنا ايش قد 53.93، يعني 54 كيلو. بالسرعة اللي مشيناها تقريبا 60، يعني المسافة كلها الوقت كله اني امشي 60. الشحن مال البطارية اللي بقى 17%. انا رحت ورجعت بدون شحن. التحديث اللي صار لها هو هذا، هاي الجنطة غيرت شكل الدراجة، تستاهل التعب.